تشهد المحلات والأسواق خلال العطل الأسبوعية توافدا كبيرا للمواطنين يقابله عمليات سحب كبيرة للسيولة من مختلف الموزعات الآلية. أحيانا يصطدم المواطن بطوابير أمامها، وأحيانا أخرى يجدها معطلة. نحتاجوا الدراهم، نحتاجوا الوسيله تاع النقود هذه، نحتاجوها بزاف كاع، ماشي غير في السمانه. يوميا نخدموا اسبوع نحبوا نجبدوا الدراهم، بصح نلقاو من ذاك نلقاو ناقصه شويه لهنايا، خطره مليحه خطره مش مليحه. دوك لا يعني بارابور على يامات فاتوا دوكا خير، يعني شويه راهي مليحه الحاله مش كيما كانت. لا كاين هذه المشاكل، ساعات الموزعات تكون عاطله، ساعات يكون فيها السيوله الماليه ما فيهاش. نتمنوا يتفادوها مسؤولي المراكز البريديه. تم إصدار 69 ألف بطاقة خلال هذه السنة، و1,400,000 عملية سحب عبر 41 موزع آلية، في انتظار إنجاز أخرى تتماشى مع الطلب الكبير على السيولة. استقبلنا حوالي أكثر من 69 ألف بطاقة، وقامت عملية توزيع بأكثر من 54 ألف بطاقة، يعني بنسبة 78%، وهي نسبة مقبولة. عندما نلاحظ عملية السحب التي تمت على مستوى يعني الشبابيك الآلية، أكثر من 1,400,000 عملية سحب تمت على مستوى ولاية المدية من بداية جانفي إلى غاية أوت في الشبابيك الآلية، وهي 41 شباك متوزعة عبر الولاية. يعني نوفرناها للزبائن تاعنا والمواطنين تاعنا باش نسهلوا لهم عملية السحب والقيام بعمليات أخرى. حسب الأرقام الرسمية فقد تم إصدار 11 مليون بطاقة ذهبية عبر الوطن، رقم لا يمكن أن تكون له جدوى دون توفير لها البنية التحتية التي تساهم في تقديم خدمة عمومية مثلى تتماشى مع متطلبات المواطن.